هاي أصحابي، النهاردة أنا وباستت وإم هنقول لكم على بعض حروف الجر وبعض أسماء الإشارة في لغتنا المصرية القديمة، الخط الهيروغليفي. أول حرف جر معانا هو إم، وإم هو رمز البومة، بيتنطق إم وبيجي بمعاني كتير، منها في، منها بي، منها مع، منها من. دي كلها نقدر نستخدم فيها رمز ام، رمز البومة. زي مثلا ما هو مكتوب في شهادات ميلادنا مس ام كيمت. مس يعني مولود، ام في كيمت يعني مصر. تاني حرف معانا هو ان، اللي هو رمز موجة المية، بيتنطق ان وبيجي بمعنى الى، او بالانجليش مثلا تو او فور. تالت حرف معانا هو ار او الار، اللي هو رمز الفم او اللسان، وبيستخدم بمعنى برضو الى، تو او انتو بالانجليش. نشوف بقى بعض اسماء الاشارة زي هذا وهذه. اول اسم اشارة معانا هو بن، اللي هو بالانجليش بمعنى this، بالمصري يعني ده، لكن ده للمذكر. بيتنطق ازاي؟ الرمز المقعد اللي هو بيتنطق بي، الرمز موجة المية اللي هو بيتنطق ان. يبقى الكلمة على بعضها بن، يعني ده او هذا للمذكر. تاني كلمة معانا كاسم اشارة تن، وهي للمؤنث. احنا قلنا في المصري القديم لما بيبقى فيه ت بتبقى تاء التأنيث، والتن يعني دي بالمصري. طبعا بالانجليش يعني this برضو، لان مفيش فرق بين في الانجليش بين الماسكلين والفيمينين. طب بتتنطق ازاي؟ من حرفين، اللي هو رغيف العيش، رمز رغيف العيش بيتنطق ت، ورمز موجة المية بيتنطق ان. يبقى الكلمة على بعضها تن، يعني دي او هذه. وبكده يا اصحابي اكون انا وباستت وامبو عرفناكم معلومات النهاردة بخصوص حروف الجر واسماء الاشارة في لغتنا المصرية القديمة. اتمنى تكون المعلومات عجبتكم وافادتكم، واقول لكم بقى ايه، وجاي.